ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون حاجه مش زي المقارنه، لكن هتكون عباره عن هقول لك تشتري انهي جهاز، ان كان الاكس بوكس سيريس اكس او البلاي ستيشن 5، في ظل التضخم وزياده الاسعار والدولار ابو 70 جنيه اللي داخل دلوقتي، والاجهزه اللي عماله تغلى، اللي اصبح محدش عارف دلوقتي ايه هو هيشتري ايه، او في ناس اصلا لغت ان هي تشتري اي حاجه. ففي الفيديو ده هقول لك انك تشتري انهي جهاز في الاتنين، وهقول لك مواصفاتهم وهقول لك مميزات كل واحد فيهم. بس يلا بينا نبدا باول نقطه، وهي الكنترولر. يهمك انك تعرف ان كنترولر اكس بوكس مش متغير عن الجيل اللي فات، هو نفس الحاجه، نفس الشكل، نفس البطاريات حتى اللي في الظهر، هو بس متغير في زرار الشير اللي جه جديد وزرار التريجرز. نيجي بقى للبلاي ستيشن 5 والدوال سنس. طبعا محدش مختلف ان الدوال سنس طفره في مجال التكنولوجيا في الالعاب عموما، ان كان بقى من ناحيه التطوير في الهابتك فيدباك او الادابتيف تريجرز او السماعه الخارجيه. كنترولر الدوال سنس من احسن الكنترولرز اللي موجوده دلوقتي، حتى مع الكنترولرز الاحترافيه. الكنترولر فعلا ممتع بطريقه عجيبه. اظن في الحته دي بلاي ستيشن يكسب على اكس بوكس. نيجي لاهم حاجه، وهي الحصريات. في الحصريات البلاي ستيشن متفوقة جدا على الاكس بوكس، بس ده ما يمنعش ان اكس بوكس ليها حصريات كويسة زي هيلو او ستار فيلد، لكن في النقطة دي اكيد بلاي ستيشن اعلى. تمام، حاجات زي سبايدر مان، ذا لاست اوف اس، جاد اوف وور، هورايزن. البلاي ستيشن عموما متفوق في حوار الحصريات ده جدا، والحصريات بتاعت بلاي ستيشن على مر التاريخ حتى كانت احسن وكانت افضل من اي حصرية للاكس بوكس. بس الاكس بوكس يتفوق في حاجات كتيرة جدا جاية معانا في المقارنة دي. فلو انت من فانز سوني فاكيد انت هتكون بتحب الالعاب زي سبايدر مان، جاد اوف وور، وهورايزون وما الى ذلك. لكن ان كنت واحد من فانز اكس بوكس فعادي جدا اشتري اكس بوكس. لكن هو الحوار الحصريات عموما هو الاشهر كانت حصريات بلاي ستيشن. نيجي للنقطة الثالثة، وهي التخزين. في بلاي ستيشن موجود هارد اس اس دي 825 جيجا بسرعة 5 جيجا في الثانية. بيبقى ليك في التخزين بعد بيانات النظام 625 جيجا. اما في اكس بوكس فهو هارد تيرا، بيبقى ليك 825 جيجا بعد ملفات النظام. في الاتنين نفس سرعة التحميل، مفيش اي اختلاف غير ممكن ثانية ثانيتين، والكلام ده طبعا مش بيفرق كتير. نيجي لنقطة ثانوية شوية، وهي الباكورد كومباتبل في الجهازين. في البي اس 5، البي اس 5 ممكن يشغل العاب البي اس 4 كلها. كل العاب البي اس 4 اللي ممكن تكون موجودة على البي اس 4 ممكن تشغلها عادي على البي اس 5. لكن في اكس بوكس تدوس طبعا في الحتة دي. اكس بوكس ينفع تشغل اي لعبة من الجيل اللي فات، حتى لو كان اكس بوكس اوريجينال اللي نازل مع البلاي ستيشن 2. من اول جيل البلاي ستيشن 2 لحد اكس بوكس سيريس اكس انت ممكن تشغل اي لعبة تيجي في دماغك من الجيل ده موجودة عادي. مش لازم تكون معاك ممكن تدخل السي دي او ممكن تلاقيها عادي في الديجيتال. هتلاقي عادي كل الالعاب اللي موجودة من اول اكس بوكس اوريجينال لحد اكس بوكس سيريس اكس موجودة على الاكس بوكس سيريس اكس. فطبعا اكس بوكس تكسب في النقطة دي. نيجي لنقطة القوة. الجهازين بيشتغلوا بمدخل HD 2.1، لكن البلاي ستيشن اخره بيوصل الالعاب ل 4K 60 فريم. لما بتشغل الري تريسنج وبتشغل على وضع البرفورمانس بيشتغل على 4K 30 فريم. لكن الاكس بوكس بيشتغل برضو الالعاب فيه على 4K 60 فريم، لكن بيقدر يوصل بعض الالعاب ل 4K 120 فريم، لان الاكس بوكس اقوى من ناحية المواصفات والامكانيات فيما يخص طبعا كارت الشاشة. نيجي لنقطة هنطول فيها شوية، وهي الخدمات. البلاي ستيشن بيقدم خدمة البلاي ستيشن بلس. هي مش أقوى خدمة، بينزل لك 3 ألعاب شهريا، لعبة بلاي ستيشن 5 ولعبتين بلاي ستيشن 4. هو مش خدمة مش قوية والألعاب مش قوية، لكن بيديك 20 لعبة من حصريات بلاي ستيشن تدوس فيهم براحتك وتلعبهم براحتك ببلاش. لكنه أغلى من اشتراك الجيم باس بتاع اكس بوكس، لأن سعره $90 للخدمة الاسنشنال. اما في الاكسترا بيوصل ل $120، في البريميوم بيوصل ل 160. لكن سوني في الوقت الحالي ضعيفة جدا في حوار الحصريات، وضعيفة جدا في حوار البلاي ستيشن بلس عموما، لانها ما بتنزلش عليها العاب كويسة، يعني ما بتنزلش عليها العاب قوية. نيجي بقى للاكس بوكس جيم باس، وهو اشتراك ب60 جنيه سنويا، اقل من البلاي ستيشن بلس ب $30. بيديك باكج العاب كبير جدا بالاضافه لكل حصريات اكس بوكس
اللي انت ممكن تكون شفتها نزلت او هتنزل، هي هتنزل لك في الجيم باس ببلاش. هتنزل لك باكج العاب كبير انت ذات نفسك مش هتعرف تخلصه. الالعاب فعلا ما بتخلص من كتر ما هي كتير وطويله وحلوه، وكل اللي انت عايزه ممكن تلاقيه حرفيا في الجيم باس. انا مش عايز اطول اكتر من كده، لكن الجيم باس فعلا اشتراك اسطوري واشتراك كويس واحسن من البلاي ستيشن بلس بمراحل. نيجي لاخر نقطه وهي السعر. الاكس بوكس في مصر سعره بيتراوح ما بين ال 37,000 إلى ال 40,000 جنيه، مع العلم إن الإكس بوكس سيريس إكس ده من أسبوعين كان عامل 24,000 جنيه. أما البلاي ستيشن نسخة السي دي الكاملة فبتتراوح ما بين 40,000 ل 45,000 جنيه مصري، مع العلم برضو إن البلاي ستيشن 5 كان عامل 25,000 جنيه من أسبوعين. أما لو عايز رأيي في إنك تشتري أنهي واحد منهم، ما اظنش ان ده شيء بايدي، بس لو انت عايز رأيي فالاكس بوكس موفر اكتر، لانك لو هتشتري بلاي ستيشن فحاليا اللي انت هتشتريه في البلاي ستيشن هيكون النسخة السليم. والنسخة السليم انت عشان تاخد نسخة كاملة انت هتضطر انك تشتري حاجات غريبة جدا، زي ان طبعا هيجيلك البلاي ستيشن بحتتين بلاستيك تسندهم بيه، ده الستاند، لازم تشتري الستاند منفصل. وطبعا لو انت شاري نسخة السي دي فلازم تجيب بليت كاملة عشان تغطي بيها الحتة لو انت شلت مدخل السي دي. واما لو انت عايز تشتري مدخل سي دي للنسخة اللي مش سي دي فانت هتضطر تشتري بليت السي دي عشان تحطه. اكسسوارات كتيرة جدا من سوني، حاجات ملهاش اي 30 لازمة، والمفروض انها تكون محطوطة مع الجهاز، بس سوني طبعا اسكبت كل الموضوع ده وحطت لك الجهاز عشان تستفيد باكبر طريقة ممكنة من الاكسسوارات. فانت لو عايز رأيي فانا هقول لك اشتري اكس بوكس، لكن لو عليا انا لا هشتري ده ولا هشتري ده، معيش فلوس الاتنين. وبس يا شباب، دي كانت مراجعة سريعة خفيفة كده على الاكس بوكس والبلاي ستيشن، ويا رب تكون يا رب اكون فدتك في انت هتشتري انهي واحد فيهم، او اكون حتى ساعدت في اتخاذ قرارك انك لو هتشتري حاجة فاكون ساعدتك انك اشتريتها، او انك جبت اي كان اللي انت حابه. وبس يا شباب، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وبيس.